دائما اتابع القنوات الفضائيه، يعني العفو الدينيه اللي تخصنا طبعا. بس ما تعرفت على قناتكم الا عن طريق الصدفه قبل مو اكثر من شهر، بس من تعرفت عليها وشفتها بعد ما قمت اديرها ولا اشتهي اضوع اي قناه بتريه ثانيه. تعرفت من خلال هاي القنوات على هواية امور يعني ما كنت اعرف بيها، وانا مو صغيره بالمناسبه. المهم فردت اسوي سيرش صغير على جماعتي اللي هم مثلي، وحتى الباك جراوند مالتهم مثلي، قلت اشوف كم واحد من عندهم يعرفوا بهاي القناه، ليش احنا من نسولف ما حد يجيب طاري هاي القناه قدام يعني اثناء نقاشاتنا. شفت انه الاغلبيه ما يعرفون، يعني تعجبت. يعني بصراحه السؤال مالتي هل هاي يعني انا ما اقول لك اعرف هوايه ناس، بس القاعده اللي اعرفهم يعني الناس مو قليلين واهتماماتهم هم كلهم مثلي، يعني اهتماماتهم يعني نقدر نقول دينيه اكثر من غير شيء. فيا ترى انتم حاطين فد خطه عمل انه تنشرون هاي القناه فقط لنشرها بين الشيعة؟ يعني انا اليوم خابرت جماعه عندي بالبصره 3 بيوت ولا واحد يعرف. زين اعرف اذا انه انت هوايه بيوت راح يعرفون، هوايه ناس راح يعرفون. مو هاي هم تفيدكم، هم لنشر هذا مذهبنا الحقيقي، وهم يساعدكم بوقت اختي تبين صراحه ولا خطه ولا شيء، احنا طالعين على البركه. فما دام انت تختاري الخطه خلاص، خطتنا ان الاخت سرى راح توزع التردد ان شاء الله حوالينها وتطبع لنا كم ورقه وتوزعهم. الله يخليك، مشكوره. رحم الله والديك حجي يا سرى. رحم الله والديك، مع السلامه. الله مشكوره. احنا اول ما بثينا اول خطه صارت الاخ موسى من دياله يشتغل شاي حط التردد عند الناس، فاللي يشربون استكان شاي يعطيهم تردد، وهذه اول خطه لتوزيع التردد. الخطة الثانية الاخوان طبعوا لهم كم ورقة قاعد يوزعونهم على الزوار. الخطة الثالثة بالفيسبوك قاعد ننشر. هذه خطط اللي احنا نعرفها. فالعراق ما شاء الله ما ادري كم مليون، فاذا وصلت اذا مليون اكيد باقي الملايين ما قاعد تدري. الأخت أم علي تقول إن شاء الله سيتم التبرع بواقع $100، لا تنسونا من الدعاء لأننا بأمس الحاجة له. اللهم ارزقهم علي يا الله، اللي ما قصرت مع القناة من أول ما تأسست، لا هي ولا أهلها نعرفهم كلهم ما شاء الله، دائما بالزيارات وهذه نسجلهم. فرحان راضي العبادي، رزاق عباس العوادي، هناء ناجي الفتلاوي، ضياء رسول معدل، دنيا فرحان العابدي، حياة ورسول معدل. هذول أهلها إن شاء الله يخليهم كلهم يحفظهم. أبو فاضل من ألمانيا بعد 50 يورو. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرجال يقول قائمة الكهرباء علي الشهر هذا قوية فما قدرت أدفع أكثر. فالحمد لله الحمد لله على كل حال. من عندكم مصطفى؟ أم مصطفى من البصرة. السلام عليكم مصطفى حجي. السلام عليكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. الله يحفظك. يعطيك العافية. علوية هلا علوية مصطفى. أهلا وسهلا. السلام عليكم الشاكرين. وعليكم السلام ورحمة الله العافية إن شاء الله. أعظم الله أجوركم، يعطيكم العافية إن شاء الله. أجركم أعظم إن شاء الله. أنا دائما يعني من استشهد الشيخ لحد الآن أشوفه في ضيافة سيدة نساء العالمين، والله العظيم قاعد ومرتاح وفرحان، ويقولها يا سيدتي يا مولاتي أنا مقصر في حقكم. والله العظيم هاي يعني أنا دائما أشوف الرؤية، بس أشوف هذا باليقظة، يعني أنه فرحان وسعيد ومرتاح. فإن شاء الله يعطيكم العافية ويأجركم الله. الحمد لله. وأريد منكم بلا زحمة فيديو يظهر فضل الله وهو يترضى على عمر وأبو بكر وعثمان وحفصة وعائشة ومرسي لعنة الله عليهم، بلا زحمة عليك عيني. إن شاء الله من أجمع لكم، دا أجمع لكم طبعا بالدخل إن شاء الله أدزلكم إن شاء الله. رحم الله والديك حجي يا مصطفى. الله يخليك، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الله يخليكم إن شاء الله. محمد اطلع لنا فاصل دقيقة ونرجع معكم نكمل الاتصالات.
اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخ عبد الله، عذرا لم نكن نعلم بأنك في البث المباشر. على أي حال، نحن بعض الشباب من النجف عدنا للتو من مظاهرة انتصارا لأسد الشيعة الشيخ حسن شحاتة امتدت من ساحة ثورة 20 إلى أمير المؤمنين عليه السلام، شارك بها الآلاف وهتفنا هتافات برائية منها هل مصايب بالقهر والسبب كل من عمر ومرسي في سقر لعن الله عمر، ولدينا فيديوهات للمظاهرة إن أردت عرضها. أي والله يا أخوي يا حبيبنا، ما أدري منو أنت بالضبط، بس على راسي على العموم أنت أهل النجف دز لي إياه خلنا نعرضها على قناة فدك الله يخليكم، ما دام فيها هالشيلات الولائية البرائية. عطنا الحجية منو عندنا، من وين؟ أم علي من الكاظمية. السلام عليكم حجية أم علي، تفضلي. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. جيت أكثر رحم الله والديك، أنا حبيت بس أسلم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأدعي لكم، أنا كل اللي أقدر عليه إنه أدعي لكم يم إمامي ومولاي موسى بن جعفر. سلام الله عليه. بارك الله فيكم حجية. ربي يحفظكم. الله يخليك ويرحم والديكم إن شاء الله. نشكركم على الدعاء، نسألكم الزيارة أختي هناك. إن شاء الله إن شاء الله. وأريد سلام خاص مولاي ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه إن شاء الله يوصل. الله يبيض وجوهكم مثل ما بيض وجوه الشيعة بحق محمد وآل محمد. الله يخليك، الله يرحم والديكم. مشكورة حجية، بارك الله فيك، نشكركم على الاتصال، حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد، خصمت $100 وال50 يورو من الأخوان. $100 اللي من أم علي ما خصمتم، ولا 50 يورو من الأخ أبو فاضل من ألمانيا، اخصمهم بارك الله فيك. زين، ايش بقالنا احنا بقالنا بحدود ربع ساعة على ما يوصل سماحة الشيخ، ونظل نحث الإخوان اللي يسددوا لنا هالفاتورة هذه اللي كل شهر طالعين، صار لنا 2 و4 شهور كلها نفس في أول برنامج طلعت فيه بث مباشر للتبرعات ما أعرف شنو أقول، توني يعني ما أعرف، مو مذيع وشلون تعال القناة بتسكر، صار لها 2 شهر باثة وما أعرف شنو أقول. فقلنا خل شو أسوي. دقيت على الشيخ حسن شحاتة، قلت له شيخنا قناتنا تبي تسكر ونبيك تقول كلمة للمتبرعين. قال عفا عليك يا عبد الله، حاضر. وأول واحد تكلم للتبرعات لقناة فدك هو كان الشيخ حسن شحاتة. قاعد أدور على أول يعني قبل 2 و4 شهور، قاعد أدور وين الفيديو وين راح، مو لاقينا لحد الآن. إن شاء الله نحاول نلقاه ونعرض لكم إن شاء الله الشيخ حسن شحاتة وهو يكلم المؤمنين ويحثهم للتبرع لقناة فدك. كله يقول سلام الله على صاحبة فدك، انتوا ما تتبرعون لفدك، تتبرعون لنصرة صاحبة فدك الزهراء سلام الله عليه. الله يرحمك يا شيخنا. عندك اتصال من سيد أحمد؟